أنا لا أتكلم عن تاركي الصلاة، أتكلم عن المصلين كيف يتعاملون مع تاركي الصلاة. حتى لو كان يقر بالصلاة، يقول الصلاة واجبة وإن شاء الله أني بصلي، أسأل الله تبارك وتعالى يغفر لي وكذا، ولا يصلي، هذا مجرم أكثر من الزاني وأكثر من شارب الخمر وأكثر من تارك الصيام وتارك الزكاة وأكل الربا، لأن هذا ورد فيه نص بالكفر. لو كان إنسان قد اشتهر بالزنا يجي يدخل الديوانية، الناس تكرهه وممكن تطرده من الديوانية، لكن يدخل تارك للصلاة ولا كأن صار شيء، ولا كأن فعل جريمة، مع أن جريمة ترك الصلاة أعظم بكثير. كذلك ينبذ تارك الصلاة حتى يعلم أن الناس تكرهه وتكره فعله ولا تحب مجالسته ولا تزوجه، فيشعر الناس بالألم وأنه شاذ في المجتمع فيعود إلى الحق. وحتى إذا مات لا تحرص على الصلاة عليه، فيجب حقيقة على المجتمع كله أن يقف وقفة جادة مع تارك الصلاة.